أنا أشتي ابني، أنا أشتي ابني، أنا أشتي ابني، أنا أشتي ابني. أنا 3 سنوات وأنا معذب، 3 سنوات 3 سنوات وأنا أواجه أقصى العذاب هنا في الغربة. أنا سافرت من اليمن لا بريطانيا 1.5 سنة وأنا أواجه الموت 1000 مرة، أواجه الموت قدامي. أنا ما طلعت أتكلم إلا وخلاص، إلا وقد هي الصادق. أنا بالناس بن أصول، ما رضيت حتى أذكر أساميكم. أنا بالفيديو القادم إذا ما رجعتوا ضميركم وما رجعتوا والله قولوا يا رب إحنا ظلمنا هذا الولد، رجعوا لي زوجتي، رجعوا لي ابني، لا تحرموني من ابني. 3 سنوات وأنا محروم من ابني، 3 سنوات وأنا أتعذب هنا في الغربة. أنا ضحيت بمالي، ضحيت بحياتي، فارقت أهلي، فارقت وطني، فارقت أمي، تركت كل شيء، ولكن اليوم ما طلعت أتكلم إلا وقد هي الصادقة. يجي لي واحد من الأسرة يقول لي زوجتك اللي هي زوجتي، أنا متزوجة على سنة الله ورسوله، يقول لي زوجتك عرسي بشهر 5. هذا يرضيكم يا ناس؟ وين شرع الله؟ أنا لا أعرف، ما أعرف، هي خلعتني، أنا لا طلقت، أنا لا سويت أي حاجة. أنا بعت كل ما أملك عشان أوفي بحبك يا بنت، وأنت عارفة. يعني هذا جزاتي حق ما أنا وفيت معك، هذا جزاتي. أنا بالنسبة لي خلص، اليوم أنا طلعت أتكلم بوجهي وصوتي وصورتي، أوصل صوتي للجمهور، وإن شاء الله تطلع قصتي رائعة. وأنا ما أشتي إلا شرع الله، بس ما أشتي إلا شرع الله. أحرمتوني من ابني، الله يا عمه يحرمك من الجنة، الله ينتقم منك يا عمه. أنا بالفيديو القادم والله إني بأذكر اسمك وأذكر اسم عمي، الله ينتقم منك يا عمه، الله ينتقم منك يا عمه. عذبتيني، الله يعذبك بالدنيا قبل الآخرة يا رب.